ما تزال الأسئلة تتدافع بخصوص مقتل شكري بالعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. تعالت الأصوات المطالبة بكشف قتلة الفقيد، وبالتوازي تكاثفت الأبحاث، وعرضت الداخلية صور المشبوهين المتهمون في عملية الاغتيال. تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور المطلوبين وأسماءهم، بيد أن واحدا من بين المطلوبين سبق أن كان وجها مألوفا، وصورته معروضة في الصحف والمجلات التونسية منذ سنوات. مثلا ثم عنصر رئيسي في العملية هذه، أحمد درويسي، وقع اعتقال ولا موقعش اعتقال؟ وين موجود تويك؟ وهو عنصر رئيسي وخطير في هذه القضية. إنه أحمد أو حمد الرويسي شهر إليوس. أحمد الرويسي هو من عائلة متواضعة، انشأ في حي شعبي في ظل ظروف اجتماعية معناها قاسية. هناك شخص من الذين عرضت صورهم كان محكوم في السجن من أجل ترويج المخدرات، وهذا الشخص فر من السجن في أيامات الاضطرابات اللي لحقت ثورة 14 جانفي. يتحدث عنه رفاقه وأصحابه بكونه من المدمنين على الخمر، كما عرف بتعاطيه المخدرات بل والاتجار فيها، وبسببها حكم عليه ب14 سنة سجنا، قضى منها بضع سنوات ليفر في الأيام الأولى للثورة ويعود لمسقط رأسه بتبربة. نقعدوا قعدات ونقعدوا للشرب، كنا قبل نشربوا مع بعضنا، فهمت، تلموا في الشرب. الذين خالطوا أحمد يشهدون له بدهائه وذكائه. كان قبل كي يجي يقعد معنا في قاعدة نخافوا ليه يعركنا، أعز أصحاب عركنا، يربط الخيوط ياسر ويعرف يربط. لم يعرف لحمد الرويسي انتماءات سياسية واضحة، في حين أن المقربين منه يتحدثون عن معطيات عديدة. في العهد البورقيبي بحكم قرب المنزل متاعهم من الشعبة كان ينشط في الشعبة. شنو ينشط؟ معناه يسهر في الشعبة ويخالط جماعة الشعبة ويسهر معهم، حتى أنه في بعض الأحيان مفتاح الشعبة يكون عنده، الشعب الحزب الاشتراكي الدستوري قبل ميلاد التجمع. يمشي للشعب ويمشي الواحد، لكن اللي سمعته أنا بريود وقتها في البريود الأخرى واللي ينتمي للحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي التونسي يظهر لي ولا حاجة كيما هكا. أخته كانت تتبنى مواقف شيوعية تصل إلى حد الإلحاد في بعض الأحيان، لكن مسألة أن يكون متدينا متشددا سلفيا فهذا ما أستبعده. هل يملك الرجل القدرة على التلاعب بالتيارات السلفية؟ مسألة اختراق التيار السلفي هذه مسألة واردة. عنده أخت أستاذ فلسفة معروفة بميولاتها وانتماءاتها السياسية اليسارية، واطلعت بمسؤولية الهيئة الجهوية المستقلة للانتخابات. هل يكون أحمد العقل المدبر لاغتيال شكري بالعيد؟ بالنسبة للتنظيمات السلفية في تونس، وهي تنظيمات لا تجامل ولا تتلون، كانت قد ذكرت بصورة صريحة أن لا دخل لها في اغتيال الفقيد شكري بالعيد. لا يقتل، ينجم يقتل على مصلحته، كتبدا فلوس كبيرة يقتل. في هاتين المنطقتين فإن ما يعرف بالحركة السلفية هي إطار مفتوح، بالإمكان هنا أن يسير فيه الاندساس، وبإمكان أي شخص أن يدخل فيه ويندس بين هؤلاء الأفراد ويفعل ما يرق، على خلاف بعض المناطق الأخرى التي فيها الحركات السلفية إطار مغلق لا يمكن الاندساس فيها. إيطاليا، اليونان، الهند وبلدان كثيرة عرفها أحمد الرويسي، لكن تبقى سوريا حافظ الأسد البلد الأكثر تأثيرا في شخصية أحمد، فهي أولى محطات حياته التي قربته من الإعلاميين وبعض الفاعلين السياسيين حاليا. سافر إلى سوريا حتى يتحصل على شهادة البكالوريا، ولكن لم يسعفه الحظ فبقي مشردا في سوريا من مقهى إلى آخر ومن حانة إلى أخرى، حتى أنه سكن شهرين مع ناجي البغوري، وربما ناجي البغوري نقيب الصحفيين سابقا، رئيس جمعية الصحفيين سابقا، وربما ينسى هذا، ولكن اللي شافوه في سوريا واللي قراوا معاهم في سوريا يعرفوا العلاقات اللي كانت
بين ناجي البغوري وأحمد الرويسي، والشهود موجودين أنه لازمه في منزله لمدة شهرين كاملين. احنا لنا تصريحات تجزم بأن لا علاقة لجهات أجنبية، وأن علاقتنا مع الجوار ومحيطنا الإقليمي طيبة جدا، وأنه لا يمكن أن يكون أحد قد ارتكب أو حرض أو ساعد على ارتكاب هذه الجريمة. هذا استباق للتحقيق. يؤكد المقربون من أحمد الرويسي وأكثر من شخص رفض الإدلاء بهذه المعلومات أمام الكاميرا أن الرويسي دخل عالم الاستخبارات وكانت له صلات بأجهزة استخبارات إقليمية بل دولية منها اليونان وفرنسا والجزائر وغيرها، فتعلم أو طلب منه أن يتعلم العرافة وقواعد الفلك ليصبح بين ليلة وضحاها روحانيا عالميا، فصار يلقب بإليوس بدلا من أحمد. ما نعتقدش بمخه، ما شفتش انا اخوه باش يأثر عليه، يدمغش اللي تحب عليه انت. اما فما مخابرات كريتو البرة هي اللي تخدم فيه مع الناس في تونس. حتى كان يقول لي الامن الدوله نتاع تونس، سلامة امن الدوله نتاع تونس اللي قبل ما تنجمش تدمغش احمد يستخدمها ما يستخدموش. غامر بمساله العرافه علما وان هذه المهنه مكنته من التعرف على شخصيات ذات نفوذ. زوجات بعض الوزراء في عهد بن علي كنا يزرنه في مقره لقراءة الكف. 80% خارجي، خاطر حناش هو ما طرف العناية ما ينجموا حتى واحد. حناش بيتأمل على الكلمة وخذا خبرة، كي تغرب خذا خبرة مع تعامل مع مخابرات وخذا خبرة كبيرة. فهي هذه المجموعة التي أعلنتها وزارة الداخلية يبدو أنه أكبرهم سنا، لأن اللي ما يعرفش أحمد الرويسي يلزم يعرف أنه أحمد الرويسي ما يقبلش أنه يكون محكوم. أحمد الرويسي لا يمكن أن يكون إلا قائدا. قد يكون المنفذ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا حتى أربعة، ولكن أعتقد أن من يقف وراء هذه الجريمة له غايات أكبر من ذلك، هو إدخال البلاد في حالة من الفوضى والبلبلة. يوم جنازة الفقيد شكري بلعيد ظهرت علينا زهرة الرويسي في قناة نسمة واتهمت رشد الغنوشي: ما رأيك يا سيدي؟ وأنها هذه التي اتهمت أناسا آخرين يكون أخوها ضمن المشتبه بهم في مقتل شكري بلعيد. يبقى ملف اغتيال شكري بلعيد لغزا محيرا. ربما كان إليوس إحدى الخيوط البارزة في ملف يبدو عنكبوتيا.